ابو هريره ده عمل عمايل الله ينتقم منه. طيب اقول لكم على حاجه، مع اني انا مش عاوز موضوع الرؤيات اشغل الوقت بيها لان في حاجات اهم من الرؤيات، لكن على ذكر ابو هريره في ليله، ده طبعا بعد اعلان الولايه، انا نايم قدام بيت سيدنا النبي، بيت الزهراء في المدينه الشريفه، فلقيت مولانا امير المؤمنين واقف، مولانا الامام واقف، بس في صوره غير اللي انا عارفها وبشوفه عليه. عارفين الرجل العملاق ضخم الجسد العالي، امام واقف في الصوره دي، واقف قدام البيت النبوي، حراسه على البيت النبوي عشان ما فيش اي شائبه تدخل هنا. وانا عمال اتفرج، الله الامام عالي وطويل، ايه ده عامل كده ليه؟ وعمال في الرؤيه انا قدام الامام ولا الضفدع بالنسبه للهيبه سمعت واحد بينادي بيقول ابو هريره، التفت لقيت ابو هريره زي الجنفد، رحت كابس فوق واضرب فيه، هو يروح قلبني على الارض ولا ارجع اقلبه. ابو هريره مسحت بيه، شوف مرمطته في الارض. وبعدين اثناء المشاده دي اذ امير المؤمنين بينادي عليا، قال يا ولد. نعم. التفت، راح بيده الشريفه وراح زاجل علي حله فيها محشي كرنب. شوف الحله وهي نازله من على النار مولعه، محشي كرنب. انتوا عارفين محشي كرنب؟ ورق الكرنب بنحاشي رز وبنطبخ، مش عارفينه؟ ها؟ طيب الامام زجل علي الحله فيها المحشي دي مولعه نار، انا تلقيتها، الامام حدفها كده وانا تلقيتها، وفي وجه ابو هريره رحت ملابس فيها.